بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الفطاير الحلوة دي. هي محشية عبارة عن جبن وفراخ، حشوة كده جميلة جدا، تمشي بيتزا وتمشي تمشي حواوشي، تمشي فطاير زي ما انت عاوزة. الولاد بيحبوها قوي. ممكن تعمليها عشاء، ممكن تعمليها فطار، ممكن تعمليها في الطاسة على البوتاجاز من فوق، ممكن تعمليها في الفرن، حسب ما انت عاوزة وحسب ما انت بترتاحي. هي جميلة قوي وما بتاخدش وقت ولا اي حاجة خالص، وبتتعمل في اسرع وقت. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوة معايا انا هنخل الدقيق زي ما احنا شايفين كده، اول كوباية. على فكرة، الدقيق ده لازم ينتخن معاكي في اي حاجة بتعمليها. ليه بقى؟ لان بيبقى فيه مثلا، في ساعات بيبقى فيه تكتلات. في مثلا لو انت مش جايباه مغلف، ممكن لو انت جايباه مثلا من محل ولا حاجة، ممكن يدخل عليه مثلا اي بقوليات، اي حاجه تبقى مثلا صعب عليكي تلاقي حبايه عدس في الدقيق، تلاقي اي حاجه. فطبعا نخل الدقيق ده مهم جدا جدا جدا، وساعات بيبقى فيه تكتلات من الركنه في المحلات، فاحنا لازم ندخله كده. عملنا اول كوبايه، معايا كمان تاني كوبايه زي ما احنا شايفين كده. هنخله برضو معاكم. معايا تالت كوبايه. فطبعا الدقيق ده، بالنسبه للدقيق انا هعمل الفطيره اللي هي بتاعت حواوشي البيتزا بس بالفراخ بقى. هنعملها، ممكن تعمليها في الفرن، ممكن تعمليها على الطاسه، على حسب ما انت عاوزه. انا كده هنخل الكوبايه الثالثه. معايا معلقه من الملح بس مش مليانه قوي زي ما احنا شايفين كده. معايا كمان معلقه من السكر زي ما احنا شايفين كده. معايا كمان حوالي 3 معالق من الزيت، بس يكون زيت نوع كويس علشان مش يعمل لك ريحه وحشه في العجينه. لو زيت تومين وريحته كويسه ماشي، مفيش اي مشكله. معايا كمان معلقه من الخميره الفوريه. على فكره الخميره دي ريحتها حلوه قوي، سوري، الخميره دي كويسه جدا. ناخد بس معلقه واحده، او يعني مش مليانه قوي زي ما احنا شايفين كده. معايا كمان حط معلقه من لبن البودره. لو انت عندك لبن سايب ماشي مفيش مشكله، عندك لبن بودره ماشي مفيش مشكله. حابه تعجنيها بالميه برضو مفيش مشكله، على حسب المتوفر عندك. احنا شعب مصري ما بنقفش على حاجه خالص زي ما احنا شايفين كده. طبعا دول 3 كوبايات دقيق، فانا معايا كوبايه ميه دافيه فتره، يعني ايه مش حاميه قوي ولا بتغلي ولا اي حاجه. انا حطيت سبت شويه هنا معايا في الكوبايه عشان لو احتجتهم، لو احتجت ميه تاني بحطها. بس انا بصراحه بحب لما اعجن، عشان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. فطبعا الميه هي اللي بتتحكمي فيها. فطبعا لو انت العجينه طلعت عندك طريه، بتضطري تزودي دقيق، ماشي. لكن الميه بصراحه انت هي كده الوقت هتعوز ميه تاني، عشان دول 3 كوبايات دقيق. انا كده حطيت كوبايه ميه. معايا برضو الكوبايه التانية، مش هحطها كلها، هحط نصها، ولو عوزتي تاني هاخد منها زي ما احنا شايفين كده. برضو هبتدي بالمعلقه الاول، وبعد كده هعجن بايدي زي ما احنا شايفين كده. العجينه طريه معايا ما شاء الله عليها. طبعا هسيب المعلقه خالص خالص كده، وهعجن بايدي. احنا كلنا بنعجن بايدينا، الحمد لله ايدينا نظيفه جدا مفيش اي مشكله. هفضي العجينه اللي في المعلقه، وهمسك العجينه حته حته وهعجنها بايدي. العجينه سوري ما شاء الله طريه حلوه اهي. هي فيها سنه لزاقه، بس انا هفصل الكاميرا وهعجنها براحتي بقى، اتحكم فيها براحتي. طبعا انا عجنتها كويس قوي. انا فصلت الكاميرا ونزلت فيها، بصراحه شمرت ايدي ونزلت فيها. ما شاء الله كانت بتلزق شويه صغيره، حطيت عليها رشه دقيق ولمت معايا، بس فضلت اعجن فيها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق. ما شاء الله هي بتلزق سنه صغيره خالص. هحط عليها بقى معلقه زيت، او ممكن في ناس تحط عليها معلقه دقيق، انا بحب احط بصراحه عليها معلقه زيت، واغطيها بقى بالاسترتش بصينيه حسب المتوفر عندك. زي ما احنا شايفين العجينه اهي.
آه ما شاء الله اهي. هنشوفها بقى لما تخمر. انا بس هحط عليها معلقه من الدقيق، معلقه صغيره خالص. بسم الله. بس كده معلقه صغيره خالص، ومشي ايدي عليها علشان العجينه وشها ما يشققش معايا. بس كده. حشوه بقى معايا بصله كبيره على النار زي ما احنا شايفين كده، حوالي معلقتين من الزيت. هنزل بيها بالبهارات. اول حاجه هعملها ان انا هدبل البصل بس، وهنزل بالبهارات. عندي بهارات السبعه على فكره، دي جميله قوي. البهارات دي جميله قوي، جربيها في كل اكلاتك، مع خلطه المحشي، مع كل الخلطات، مع الاكل، مع الخضار، مع كل حاجه. على فكره جميله قوي قوي. هنزل بشويه معايا هنا، دي اسمها البهارات السبعه. بس كفايه كده. حوالي برضو اقل من نص المعلقه فلفل اسمر، عشان الفلفل الاسمر بتاعي ده انا مش بكتر له ملح. يا دوبك بس هدبل البصله، وهنزل بالفراخ. الحشوه دي على فكره مش على اليوتيوب، اللي احنا هنعملها دي مش موجوده خالص على اليوتيوب، واتحداكي. هنا انا اديت البصله تقلبتين كده، اللي على فكره دل عليها البهارات. هنزل بصدرين من الفراخ. على فكره انت ممكن تعملي صدر واحد على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. ممكن لو الكميه زياده ممكن تعملي 3 على حسب برضو المتوفر عندك، وعلى حسب الكميه اللي انت عايزاها. هقلب الفراخ مع البصل مع البهارات. على فكره انا لسه ما حطيتش ملح، الملح ده هحطه في الاخر. عندي هنا طماطميتين صغيرين خالص، وقرنين فلفل. هنزل بيهم على الخلطه، وهبتدي برضو هقلب شويه. ده بقى ايه لما نيجي نحشي تعمليها فطيره، تسميها فطيره، تسميها حواوشي، تسميها بيتزا. هي عباره عن كوكتيل كله في بعضه. طبعا الحواوشي اللي موجود على اليوتيوب انا دايما اشوف الفراخ مفرومه، بتبقى مفرومه في بعضها، فبصراحه انا ما بحبهاش تكون مفرومه بالطريقه دي. انا هنا قطعتها قطع صغيره. لما بحب احطها على البيتزا بحطها قطع، لما احب اعملها برضو في الفطيره بحبها قطع، لكن المفرومه بصراحه ما بتنفعش غير في الكفته. لكن بحس ان الرغيف مكتوم، حتى لو انت حطيتي بودر برضو بحسه مش زي ما بتكون قطع. القطع احلى بكتير من المفروم. شوحها. لسه ما حطيناش ملح. وعندي هنا العجينه ببص عليها لقيتها ما شاء الله عليت خالص معايا اهي. انا مغطياها بصينيه. سبت الفراخ على النار ورجعت للعجينه، ما شاء الله عليها خمرت خالص. هكورها بقى. هعمل حوالي انا مش هعرف هيطلعوا كام رغيف، بس انا هعمل 4 الاول، وبعد كده اللي هيفيض مني هزود تاني، يا اما احط العجينه في الفريزر وقت ما اعوز هعملها. انا هنا هقطع عباره عن كور صغيره زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. هقطعها صغيره كده. عايزه تعمليها كبيره مفيش مشكله، ممكن تعملي واحده كبيره وواحده صغيره. وهركنها هنا على ناحيه، وهعمل التانية. العجينه عشان خمرت ما شاء الله، بتمشي في ايدك كويس قوي، مش محتاجه فراده ولا اي حاجه. برضو هركنها جنبها كده ما شاء الله. هقطع واحده كمان، هعمل المره دي واحده كبيره شويه زي ما احنا شايفين كده. الحجم ده حسب ما انت عاوزه، يعني مثلا ايه، عايزاه كبير، عايزاه صغير، عايزاه متوسط، حسب ما انت عاوزه. حسب ما انت عاوزه، وحسب ما ايه ما ولادك بيحبوا الحاجات الكبيره اعمل لهم كبير، بيحبوا الحاجات الصغيره اعمل لهم صغير. وهسيبها برضو افردها كده، وهسيبها تخمر شويه. هعمل باقي الكميه كلها هفردها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. فردت العجينه كويس قوي ونقلت 2 على الصينيه. هنشوف مع بعض. وعملت الحشو وخلصنا منها
معايا الحشوه، ضفنا لها الملح وحطينا ولعنا النار كويس قوي لغايه ما بقتش فيها اي ميه. بعد كده معايا هنا زودت بصراحه كمان، ولادي بيحبوا الجبن، زودت جبنه رومي وجبنه موتزاريلا زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي بقى نحشي الفطيره او الرغيف الحواوشي حسب ما انت عاوزه تسميه، زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. ما تنسوش في الاخر نضيف نص معلقه ملح حسب ما انت بقى بتحبي الاكل حادق او ملحه مظبوط او دلع كده. هعمل بقى كل واحده زي ما احنا شايفين كده واقفلها، وعايزه تدخليها الفرن حسب ما انت عاوزه، عايزه تعمليها في طاسه على الصينيه حسب ما انت عاوزه زي ما احنا شايفين كده. وهزود قطعه من الجبنه الرومي، وهزود عليها جبنه موتزاريلا زي ما احنا شايفين كده، وهحاول اقفلها. بس انا هوسعها كويس قوي، وزعتها كويس قوي. وعندي برضو ضفت عليها الجبنه الموتزاريلا عشان انا مطلعاها من الفريزر. دي جبنه موتزا، هوريك الكيس بتاعها. على فكره دي احلى جبنه انا جربتها بصراحه، يعني مضتها عاليه قوي زي ما احنا شايفين كده. ومعايا الجبنه الرومي بوزعها على الفطيره او على رغيف الحواوشي حسب ما انت بقى عايزه تسميه، او البيتزايه صغيره المتقفله دي. باجي هنا بجيب واحده من العجين وامسكها كده واقفلها زي ما احنا شايفين كده. وامسكها بقى من الجناب واقفلها كويس قوي عشان ما تفتحش معايا، سواء كنت هسويها في طاسه او على الفرن. اقفل الجوانب كويس قوي بصراحه ما شاء الله. حابه بقى تعملي عشاء سريع، تعملي غدا، اللي انت عايزاه ما شاء الله. ده الرغيف التاني زي ما احنا شايفين كده، بوزع عليه الجبن وهرجع اقفله تاني. ما شاء الله عملناهم، طلعوا 4 ترغيفة. انا كنت اتمنى يطلعوا 5 بصراحة، بس مش مشكلة. طلعوا 4. تسميه بقى فطير، تسميه حواوشي، بيتزا من جوه، محشي بيتزا، اللي هواكي فيه. بس بصراحة تحفة، وطريقته مش موجودة على اليوتيوب، اللي هي ان انت تقطعي الفراخ جوه الفطيرة كده او جوه الحواوشي. الحواوشي دايما كله معمول بفراخ مفرومة. هندخلهم بقى الفرن. بصراحة لو انت جعانة بالليل عايزة تقومي تعملي واحد مش بياخد وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، ممكن تعمليه على الطاسة. لو انت مش عايزة تولعي البوتاجاز تعمليه على الطاسة من فوق. ممكن تعملي اكل سريع لاي ضيوف جايين لك. وبصراحة الولاد بيعشقوه، بيحبوه قوي قوي قوي، وجربيه وعلى ضمانتي. ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة لو انت سمعت الفيديو وعجبك وجربت الفطيرة دي او الحواوشي. هندخلهم بقى الفرن زي ما احنا شايفين كده، هندخلهم بقى الفرن. وانا هنا كنت مسخنه الفرن قبلها ب7 دقايق او 5 دقايق على نار عاليه. هقفل بقى باب الفرن عليهم، مش هياخدوا ان شاء الله اي وقت ولا حاجه. ولما يستوي على الوش ممكن تقلبيه، وممكن هو يستوي على الوشين في الفرن، مفيش اي مشكله. جربوه تحدي، هيعجبك. بصراحة الولاد قالوا لي يا ماما مش رشيتلنا عليه رشة من حبة البركة اللي احنا بنحبها قوي. فانا طلعته من الفرن، هو لسه ما استواش، هو لسه برضو ني شوية. فانا قلت هحط لهم، دهنته شوية من الزيت وحطيت عليه شوية من حبة البركة. بس هو مش هيثبت لان احنا كنا المفروض حاطيناه من الاول، بس معلش بقى هم مصممين لانه ولادي بيحبوها قوي، فقلت مش هزعلهم واحط لهم حبة البركة. ما شاء الله استوى في الفرن، ما شاء الله عليه، جميل جدا. كفايه ريحته نفاذه قوي قوي قوي. ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. وطبعا انت مولعه الفرن النهارده، استغلي الفرن تعملي فيه اي حاجه تانية. انت عارفه ان الغاز غلي ما شاء الله يعني. نستغل كل حاجه يعني. انا هنا عملت صينيه ام علي، عامله سوداني. بستغل بصراحه ان الفرن، يعني هولع الفرن مثلا بروح جايه عامله اللي انا عايزه اعمله. الصينيه دي استوت بسرعه عشان هي ناحيه النار. فهنا برضو هجيب دي هنا وادي دي هنا.
شاء الله طلعنا العظمه دي من الفرن. قد ايه ريحتها جميله قوي، الفطاير اللي احنا عاملينها او الحواوشي او البيتزا اللي احنا عاملينها. هي ما شاء الله هي زي كوكتيل كده على بعضه ما شاء الله. مستويه حلوه قوي. احنا قلبناها على الوش التاني، على الوش اللي احنا حطينا عليه حبه البركه. ما شاء الله جميل قوي. يا ريت تجربوه، وما تنسونوش في اللايك والاشتراك والقناه فضلا وليس امرا.